السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مساكم بالخير والرضا والسرور، ويفرج على أخواننا المعتقلين، الدكتور راشد بن علي أبو شريدة، والدكتور هزاع بن علي، والدكتور عبد الله السالم الكاتب والشاعر المعروف، وابن مهراس فرجا عاجلا، والفقير لله محدثكم، وكل مظلوم إن شاء الله يفرج عليهم فرجا عاجلا. الحقيقة أنا ما أبغى أشتغل مصلحة اجتماعي، لكن كل ما حادث أحيا فكرة قديمة لي ودي أتطرق لها بين فترة وأخرى، لكن ما كانت الظروف مناسبة. اليوم توفى العلامة والشيخ الجليل الفاضل البطل اللي يصدح بالحق، الشيخ أحمد القطان الله يغفر له. حقيقة كنا من تلاميذه وحنا صغار نتابعه، وأحيا فينا مو بالجذوة الدينية فقط أشعلها فينا، ولكن حتى القومية. عندنا القومية العربية المبنية على الإسلام، وليست القومية العربية المبنية على العلمانية وعلى مفاهيم الغربية. فالله يغفر له ويسكنه الجنة. هذا من عالم، نموذج للعالم الشريف، العالم اللي تقتدي به. هو المفروض أن العالم الديني أنه مختص في الأمور الدينية، أو هذا النمط السائد عندنا، لكن هذا غير صحيح. الدين ما ينفصل عن الدولة. الشيخ أحمد القطان غدوة صالحة لنا في المجالات هذه، لأن في العصر الحديث شفنا العلماء اللي يطلعوا عندنا علماء سلطة، كلهم علماء بلاط، لا يقدر يصدح بالحق إذا وجب عليه الصدح به، ولا يقدر يردع باطل. هو مع السلطة، إذا السلطة راضية على الباطل هو راضي، وإذا السلطة ما تبغي الحق هو ما يقدر يقول الحق. وهذه إشكالية كبيرة. علشان كذا أنصحكم وأنصح نفسي، إذا تبغي نواقض الوضوء، أحكام الصيام، مشاكل الطلاق وما إلى ذلك، ادخل على جوجل. العلماء اللي متوفين من 20 سنة ولا 100 سنة موجودة، ما شيء تغير، أحكام مثل ما هي موجودة وجاهزة. أفضل لك من أنك يسيرك أو يوجهك عالم في المجالات السياسية وغيرها. لك الحمد يا ربي على أني معاي لسان يجيد احتراف القاف لثارة العجة. لك الحمد ولك الشكر والمن والعرفان، يا رب اجعل حجة معي لا علي حجة. يقولون وش لك في البسيطة يا ابو حمدان، وانا اقول ما لي حيلة اطير في اللجة مصير القصيد اللي بعيدا عن الإنسان، يعاني من الوحدة رغم كثرة الضجة. وداعا فضيلة شيخنا أحمد القطان، خلودك في قلب الحق ما تلحقها سجها. هو العالم اللي وجهه صادق الإيمان فقط، بينما غيره بحكامها موجهة. وهو المستقيم في عالم الزور والبهتان، وعبت السلطان من كل معوجة. قضى العمر ما دور على حظوة السلطان، يمنجي نبيك يوسف من الكرب نجه عن العالم الدجال. يقنعني الفسقان لو ما وراء هذا ولا ذا سوى الدجة. الله يغفر للشيخ أحمد القطان وتجاوز عنه، ويكثر من أمثاله علماءنا. لعل الله جل جلاله يخرج في عصر هذا من العلماء من يستطيع أن يصدح بالحق.